السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح شاهين من نوليرا.com. نكمل إن شاء الله الجزء الثالث من الدرس التاسع. نتكلم النهاردة إن شاء الله عن التعامل مع الأصوات. فهنحضر ملف ممكن مثلا أحمد بخاطر ونحطه هنا. بالنسبة يا جماعة للصوت، مثلا لو الصوت ضعيف وأنا عايز أعليه، بضغط عليه وأجي على Insert Audio Envelopes، عفوا في Insert Audio Envelope، وبعدين هنجيب Volume. عندي هنا بار فوليوم زي ما انت شايف، لو انا طلعته لفوق اذا الصوت انا ضاعفته. الصوت دلوقتي بقى كده 200%. اوكي، لو انا نزلته اذا انا كده موطي الصوت خالص. فعلى سبيل المثال هشغل كده وتسمعوا. النجم شكاتي، هل تراني سوف ألقى قبل الممات. اوكي، ده بالنسبه كده للايه، للاوديو. هنلغي، نجيب مثلا الميوت اللي هو ايه، بوطي الصوت. يعني هو كده مثلا المؤشر فوق، فمعناه ان هو 100%. لو انا نزلت كده وقفت على اوكي، كده المؤشر فوق هنا 100%. بضغط بحط الكي فريم وبنزل بيه لتحت، اذا الصوت انا كده قفلت الصوت، كده الصوت معايا صفر. فهي مثلا هتلاقيه شغال هنا، وبعد كده من اول هنا كده مفيش صوت اصلا. ذكرياتي يسمع. طب ديت مفيده في ايه؟ ان انا مثلا عايز ابين حاجه وحاجات لا. فنفترض ان انا عايز المقطع الاول بس، والمقطع التاني هنا. ابقى دبل كليك عشان احط كي فريم. اوكي، عايز المقطع الاولاني، وبعد كده اقوم جاي طالع بالكي فريم التاني لفوق. جميل. اذا هنا في صوت، من اول هنا لهنا مفيش صوت، وبعد كده بيكمل تاني في صوت. اهو كده دلوقتي مفيش صوت، هيطلع تاني دلوقتي بالصوت. جميل. هنشيل الميوت. دولت اهم حاجتين بس انا حابة اذكرهم، الفوليوم ميوت. وبالنسبة للفوليوم ممكن برضه تحط كي فريمز وتعلي وتوطي. بمعنى انا مشغل دلوقتي مثلا ايه، موسيقى، فبعدين عايز اقول كلمه وانا شغال على الموسيقى، فانا عايز هضيف مثلا تراك تاني احط فيه اتكلم بصوتي. فعايز في اللحظه او في الكام ثانيه اللي انا هتكلم فيهم الصوت يكون قليل شويه بتاع الموسيقى عشان صوتي انا اللي يبان. فبضغط عادي اتنين مثلا كي فريم هنا، واوطي دي شويه كده. اوكي، واضغط تاني واجي اطلع دي لفوق. كده معناها الصوت هنا عالي عالي، من اول هنا لهنا بقى واطي شويه. ليه؟ لان انا عايز هنا ملف صوت تاني يكون واضح شويه. بعد ما الملف صوت مثلا خلاص بينتهي لحد هنا، بيبتدي ده يعلى تاني ويكمل معانا. حاجه بقى ايه اقولها برضو، هسيبكم انتوا تجربوها. الافكتات بتاعت الصوت عندك هنا يعني موسوعه هنا. انت بيبتدي عندك الديفولت مديك هنا بس 3 تراكات انت تقدر تغير فيهم وتضيف عليهم. في هنا يا جماعه موسوعه، طبعا انا مش معقول هقعد اشرح دولت لان دولت عايزهم يعني دوره لوحدهم. يعني تقعد تشرح الافكتات وكل افكت بيعمل ايه. بس انا هقول لك على الحاجات المهمه. عندك الريفيرب، ده مهم. عندك مثلا الجرافيك ايكولايزر، برضه مهم. ده بيجيب لك الايكولايزر بقى، تقدر تتحكم في الايكولايزر يعني زي ما انت عايز. آه، عندك مثلا كورس. الحاجات ديت هي المهمه. عندك مثلا لو خدنا ريفيرب وضغطنا اوكي، هنشغل كده. ده بيغير ده بيغير المود بتاع الموسيقى. فاسمع دلوقتي انا لما اغير المود من هنا، صوت الموسيقى بيتغير ازاي. وطبعا بتحكم في المؤشر هنا. قبل الممات أقبلوا لا تدعوني يا بني ويا بناتي، أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي، منذ أن فارقتموني لم تعد تحلو حياتي، مبحر في ذكرياتي يسمع النبي. خلاص، اذا ده الريفيرب ده بتحس انه عامل فيه صدى صوت، كانك قاعد في مكان ففي صدى صوت جاي. امسكوا انتوا واحده واحده كده وافتحوها وجربهم، هتوصلوا لافكتات صوتيه جميله جدا. يعني هتساعدك كتير قوي انك تعمل تغير في المقطع بتاع الصوت. مثلا صوتك عايز تحط مقطع على انك كنت بتتكلم في مكالمه تليفونيه، ازاي تقدر تجيب الافكت. برضو هتلاقوها موجودة.
فامسك انت واحده واحده كده واقعد جرب فيها. نفس الفكره برضو زي ما قلت مع الافكتات بتاعه الفيديو، مش هقول هشرحها كلها، بس انا نبيت على الكام واحده بس المهمين. عندك برضو التراك ده نفسه اللي هو موجود عندك في الديفولت، انه ايوه التراك ده برضو مهم جدا، بيغير في الصوت نفسه. يا بني ويا بناتي أقبلوا لا تتركوني، يا بني ويا بناتي منذ أن واخد بالك فارقتني كده الصوت بقى يعني سموز بقى كويس. عد تحلو حياتي مبحر في ذكرياتي يسمع. يعني اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس بتاع الصوت، وهو متوقف عليكم طبعا في التجربه. امسكوا بقى كل الافكتات واقعدوا جربوا، ان شاء الله نلتقي في درس